ممتازه. كل لاعبين جل لاعبين 23 حاضرين في التدريبات، بما فيهم مهدي الحسن اللي ما لعبش مباراه جنوب افريقيا، هو اندمج مع المجموعه ويتدرب عاديا، تدرب في الامس وتدرب في اليوم، وراح غدوه ان شاء الله راح يكون مباراه وديه اخرى بعد مباراه جنوب افريقيا اللي درنا فيها تعادل 0-0. راح تكون مباراه وديه اخرى ضد فريق نادي بلاتينيوم ستارز اللي ينشط في البطوله المحليه ان شاء الله. لكن لو نتكلم عن الخبرة الإفريقية، أسماء كبيرة في المنتخب الجزائري، سفيان فغولي لاعب فالنسيا الإسباني، جمال مصباح، فؤاد قدير، ولكن 4 فقط لاعبين الذين شاركوا في النسخة الماضية. هل تعتقد أن هذا قد يؤثر، أو أن الخبرة الإفريقية ناقصة، أم أن النجوم جاهزون روح الفريق؟ هو الناخب الوطني سيد وحيد حليلوزيتش قالها في احد الندوات الصحفيه تاعو، قال انه الفريق صحيح ان ينقصوا الخبره الافريقيه والخبره الدوليه، لكن الفريق هو فريق شاب، فريق طموح، لاعبين طموحين حابين يعطيوا حاجه للفريق الوطني، وحابين كما شفنا تصريحات جل اللاعبين يقولوا احنا رانا مع الفريق ورانا حابين نطلعوا الفريق لاعلى مستوى ان شاء الله. سؤال أخير وباختصار، السيد أو الكابتن حليلوزيتش ذكر بأن المنتخب الجزائري لو خرج من الدور الأول لا يعتبر هذا مفاجأة، وأيضا لو أخذ الكأس لا يعتبر هذا مفاجأة. هل هذا تصريح من باب التمويه، أو يعني حدثنا عن هذا التصريح؟ لا، هو الناخب الوطني يعرف وش يصرح، هو يحضر الان ويعرف كيفاش يحضر، وراح نشوف الفريق ان شاء الله يوم 22 راح نشوفه جاهز ان شاء الله ضد الفريق التونسي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد عادل. اذا زميلي ماجد، الفريق الجزائري المنتخب الجزائري جاهز بدنيا نفسيا فنيا، والاجواء جميله هنا في روستنبورغ. إلى بعد قليل سينضم إلي أيضا بعض الضيوف. أعود إليك الاستوديو. طبعا نحن في انتظارك نسيم روبيكا حتى نحاصر معسكر المنتخب الجزائري. إذا مبدئيا المعنويات كبيرة، ولكن ماذا عن طموح اللاعبين؟ نتابع ذلك في سياق هذه التصريحات. لدينا طموحات مشتركة تخص المجموعة، لذلك نحن جميعا على ذمة المدرب والإطار الفني. سأحاول أن أقدم أفضل ما لدي لإسعاد الجزائريين وكذلك لتقديم مستوى ممتاز. لا صراحة المجموعة تاعنا صعيبة شوية، من كوت ديفوار وتونس وطوغو، ما احنا منتخب كبير يعني، ما هما مديرين 1000 حساب، وإن شاء الله نعرفوا كيف نخرجوا من المجموعة إن شاء الله بالتركيز، والمجموعة اللي عندنا تاع اللاعبين الشباب إن شاء الله قادرين نديروا مفاجأة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. نعرف أنه فريق الموت، ولكننا قررنا أن نلعب البطولة دون حسابات. يجب علينا الفوز في المباراة الأولى، ثم سنرى بعد ذلك كيف تسير الأمور. يجب أن نعمل بجدية ولا نفكر كثيرا في المجموعة التي نلعب فيها، فلدينا فريق جيد وخاصة فريق شاب، وكل اللاعبين يعملون بشكل ممتاز. طبعا تفاؤلات كبيرة بالنسبة للعناصر الجزائرية، هذا شيء جميل، ولكن ألا ترى بأنه في ظل الأضلاع التي ترسم هذه المجموعة بأن الأمور لن تكون بالسهلة، أن تكون فعلا المعنويات كبيرة، ولكن أن يكون الحذر كذلك على اعتبار قيمة وثقل المنتخبات. أول مباراة أمام تونس، ثم هناك مباراة أمام توغو، سيواجهون كوت ديفوار، إذن الأمور لن تكون بتلك السهولة. والله شوف، ما كانش حاجة قبل المنافسة، ما كان حتى حاجة سهلة. نهار ندخلوا المنافسة احنا تونس نعرفوهم يعرفونا، لعبنا معاهم ولعبوا معنا. الكوت ديفوار لعبنا معاهم ولعبوا معنا من نهار خلق كرة القدم. الطوغو كيف ما كانش حاجة صعيبة إذا تكون الإرادة موجودة. الإرادة كنا نسمعوا في اللاعبين ما شاء الله، هذا شيء إيجابي، شيء إيجابي أكيد جدا. المدرب ممكن ينقص في الضغط على اللاعبين، ممكن يموه، ممكن تكلم على نخرجوا من الدور الأول أو ناخذوا الكأس، ولا كلام الاستهلاك تاع الصحافة، لكن الكلام في حجرات الملابس راهو غير. نظن الفريق الجزائري بالإمكانيات اللي موجودة يقدر يلعب ويقدر ينافس في الكوت ديفوار ويقدر ينافس. تبقى كيفاش يوظف. تكلم معي قبيل على كلمة مهمة، أن الخطة تتبنى على واش عندك بين يديك من اللاعبين. الشباب موجود، سرعة موجودة، كيفاش راح يوظف الفريق؟ هل الفريق الجزائري يمشي باش يسيطر على المباريات؟
هل الفريق الجزائري يمشي باش يلعب يعني الكرات المرتده؟ هذه يعني الامور التكتيكيه اللي هي بين يدين المدرب مش بين يدينا احنا. نذكر اذا بجدول المباريات الخاص طبعا بهذه المجموعه الرابعه. البدايه ستكون هكذا: كوت ديفوار في مواجهه الطوغو على ان تواجه تونس الجزائر في اول مباراه في الجوله الثانيه. كوت ديفوار تونس ثم الجزائر الطوغو. وفي الجوله الثالثه عن المجموعه الرابعه الجزائر كوت ديفوار ثم الطوغو تونس. طبعا هذا الجدول قربنا اكثر. نقف عند تسلسل المباريات. كيف تراها كابتن محي الدين خالف؟ تونس اولا ثم الطوغو واخر مباراه امام كوت ديفوار. بالنسبه لي هذا الجدول في مصلحه الجزائر. ما دام احنا اليوم نتكلموا على الجزائر فلأنه المباراه الاولى دائما مباراه هامه، مباراه دائما صعبه لانه لا بد ما تقوم ببعض الحسابات. يعني كمدرب عندك 3 فرق تواجههم، تلعب المباراة الأولى أمام تونس والثانية أمام الطوغو، والمباراة الأخيرة اللي هي تعتبر مباراة صعبة ولو فزنا عليهم مع كوت ديفوار. ربما المباراة الثالثة تكون شكلية لأنه كوت ديفوار يكون متأهل ربما، وربما حتى الجزائر تكون متأهل. نبقى على المباراة الأولى والثانية. المباراة الأولى بغض النظر أنها المباراة الأولى في المجموعة، في هذه المجموعة فهي ما بين فريقين احنا نقولوا يتعارفوا بعضهم بعض، فهو ديربي. ولكن الديربي لما تلعب المباراة الأولى مثلا في الجزائر والثانية في تونس أمام 100,000 أو 90,000 متفرج، اليوم لا، ففي مكان محايد فتتغير الأمور لأنه المساندة الجماهيرية غير موجودة، رغم أن فيه بعض المناصرين من الجزائر راح يساندوا الفريق، ولكن مش مثل في العاصمة. فالفوز في المباراة الأولى فهو فوز مهم جدا، هو المفتاح، مش مفتاح فقط ولكن مهم جدا لأنه يرفع المعنويات فريق المنتخب الجزائري، وكذلك يعطيه الثقة أكثر لأنه ما هوش في التحضير، أنا أقول ما هوش في التحضير الجيد. المباريات الودية غير موجودة، وهذا راجع للقانون الفيفا. هذا هو المشكل. عموما أكيد بأن وحيد حاليلوزيتش يفكر في هذه المجموعة من الأسماء المهمة التي سيعتمد عليها وبشكل كبير. سفيان فاغولي نجم نادي بالينثيا الإسباني، أحد الأسماء الكبيرة والرنانة في كتيبة الخضر. تصريحات سفيان فاغولي: أنا فخور